الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد المحاضرة الأولى في كيفية استخدام نظام ال ERP System، اللي هو الاختصار لكلمة Enterprise Resources Planning، تخطيط موارد المشروع، نظام تخطيط موارد المشروع. أول حاجة هناخد نستخدمه النهاردة في النظام الشق المالي أو في المحاسبة. هناخد ازاي نستخدم نظام ال ERP في إعداد الموازنات التقديرية اللي هي اسمها البادجتس. هناخد النهاردة المحاضرة هتكون بسيطة، هنتكلم عن ازاي كيفية تحديد الأبعاد dimensions، خطوات تحديد أبعاد الموازنة budget dimensions، وهناخد ازاي نعرف نعمل نماذج الموازنة اللي هي البادجت مودلز. هنبدأ الأول نمرة 1 اللي هي إعداد أبعاد الموازنة budget dimensions. أول حاجة بنعملها بنفتح النظام قدامنا، بنفتح على حاجة اسمها وحدات نمطية مودلز، وحدات نمطية أو اللي عنده بالإنجليزي الإصدار. احنا هنتكلم عن نظام ال ERP مايكروسوفت، ERP بنظام المايكروسوفت. وفي ERP شركات بتستخدمه بنظام ساب، وفي ERP بنظام المايكروسوفت اللي احنا بنتكلم عليه ده، وفي ERP بنظام الأوراكل. احنا هنتكلم على نظام ال ERP بنظام المايكروسوفت. بنفتح وحدات نمطية أو اللي هي المودلز، وبعدين من المودلز أو الوحدات النمطية بنختار preparing budget، إعداد الموازنة، زي ما احنا شايفين عليه مستطيل بالأحمر ده اهو. من الوحدات النمطية بنختار إعداد الموازنة preparing budgets، وبعدين بنختار منها setting أو إعداد، وبعدين بنختار basic budget الموازنة الأساسية، basic budget الموازنة الأساسية، ثم بنختار منها الحاجة اللي احنا عايزينها اللي هي تحديد أبعاد الموازنة budget dimensions، تحديد أبعاد الموازنة budget dimensions. بنيجي بعد كده هوت عشان نحدد أبعاد الموازنة، بنلاقي فيه بندخل على حاجة اسمها قسم مخطط الحسابات. ده بيعتمد على الحسابات الرئيسية اللي موجودة في علم المحاسبة، الأربع حسابات الرئيسية اللي هي revenues الإيرادات، والexpenses المصروفات، والassets الأصول، والliabilities الالتزامات، سواء كانت short term liabilities أو long term liabilities، التزامات قصيرة الأجل أو التزامات طويلة الأجل، والأونر إكويتي اللي هي حقوق الملكية، اللي هي الكليمز بصفة عامة اللي هي الخصوم. طيب بنشوف الأبعاد بتاعت الموازنة بنحددها ازاي. بنخش على مخطط الحسابات أهو، ده مخطط الحسابات ده بيبقى فيه الحسابات بتاعت حسابات الأستاذ موجودة كلها. فبنروح جايين مختارين الحساب اللي احنا عايزينه في الموازنة عندنا من مخطط الحسابات، وبندوس على في الدايرة دي ونحوله بالسهم ده لأبعاد الموازنة. زي بيبقى ده اسمه بنقول عليه بعد كده هو المين اكاونت اللي هو الحساب الرئيسي. برضه بنحدد تحتيه بقى الكوست سنتر والبرانشز، بنحدد مراكز التكاليف والفروع. يبقى بنختار بنودي من المخطط الحسابات، بنودي الحسابات اللي احنا محتاجينها لأبعاد الموازنة، كل الحاجات اللي معمول عليها علامات صح دي أبعاد الموازنة. وبعدين بيبقى ده المين اكاونت، وبعدين تحتيه بنختار الكوست سنتر مراكز التكاليف، والبرانشز الفروع. كده بنبقى احنا عملنا أول خطوة واللي هي تحديد أبعاد الموازنة بالطريقة دي. بعدين بنضغط على مفتاح أوكي. أول ما ندوس على مفتاح موافق أو أوكي بيتم تسييف أو حفظ، بيتم حفظ الخطوة السابقة، بيتم عمل سيف للخطوة السابقة، بيتم حفظها. كده يبقى احنا عملنا كيفية تحديد أبعاد الموازنة.
نيجي للحاجة التانية بمنتهى البساطة إن شاء الله، اللي هي تحديد نماذج الموازنة أو إنشاء نماذج الموازنة. نفس الخطوات اللي عملناها. هنيجي الأول نفتح وحدات نمطية أو مودلز، وبعدين من مودلز هنختار preparing budget إعداد الموازنة، ثم هنختار setting إعدادات، نفس الخطوات اللي عملناها عند تحديد أبعاد الموازنة. ثم نختار بعد كده هو basic budget الموازنة الأساسية، basic budget الموازنة الأساسية. ثم نختار بعد ما نختار بقى dimension، مرة فاتت احنا اخترنا الأبعاد اللي كنا عايزين نحدد أبعاد الموازنة واخترنا budget dimensions. لا، المرة دي مش هنختار كده، المرة دي عايزين نعمل نماذج الموازنة، فهنختار المرة دي budget models نماذج الموازنة، budget models نماذج الموازنة. وهنعمل اختيار نيو، ننشأ نموذج جديد، فهنختار نيو. بعد ما عملنا الخطوات دي وقلنا نماذج الموازنة budget models، هنختار نيو جديد، من المفتاح جديد أو نيو أو من فوق أهو علامة البلس جديد. النموذج الموازنة ده اللي بيحدد الموازنة بتاعة السنة المالية اللي احنا عايزين نعمل لها الموازنة. فمثلا هنا عايزين نعمل موازنة العام 2020 أو العام 2024 حسب ما هتسمي النموذج بتاع الموازنة بتاعك. طيب، عشان نعمل النموذج ده بيبقى عندك بيظهر لك ايه المنظر ده، بتلاقي فيه عندك الحقل والقيمة والوصف. في الفيلد اللي هو الحقل فيلد والفاليو والديسكريبشن. في الفيلد هتكتب نموذج الموازنة اللي هو البادجت موديل وتكتب تحتيه الاسم نيم. في القيمة فاليو هتكتب موازنة 2024 ونموذج الموازنة هيبقى 2024 تحت القيمة تحت فاليو. يبقى تحت الفاليو هتكتب موازنة 2024 وتكتب موديل 2024 بادجت 2024. الوصف الديسكريبشن بيتحط كود للبادجت، لازم يتعمل لها كود للبادجت. الكود ده بيبقى مكتوب عند البادجت دي بس بتاعت السنة دي بس. الكود ده ما بيتكررش، ما ينفعش يتكرر لأي موازنة تانية عشان يميز الموازنة دي بالذات، النموذج ده بالذات، نموذج الموازنة ده بالذات، الموديل بتاع البادجت دي. بعدين بتعمل النموذج ده بتعمل له اي وصف بقى انت عايزه. بعد كده تم ادخال اي وصف لايه للنموذج الموازنة البادجت موديل. وبعدين بنختار مفتاح فوق حفظ. بعد ما نخلص خالص بندوس على مفتاح حفظ، بيتم حفظ الخطوة اللي احنا عملناها. وبكده يبقى احنا انشأنا نموذج الموازنة بتاع السنة المالية اللي احنا عايزين ايه نعمل لها موازنة. كده يبقى احنا عرفنا ازاي نعمل ابعاد الموازنة وعرفنا ازاي نعمل نموذج الموازنة. وان شاء الله نشوف المحاضرة الجاية بإذن الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.